عمرك فكرت في يوم من الأيام إن السي في بتاعك هو تذكرة وصولك لأي شغلانة وأي شركة أنت حابب إن أنت تشتغل فيها أو وظيفة الأحلام؟ عمرك فكرت في الموضوع ده؟ بس السؤال هنا، السي في بتاعك ده بيوصل اللي أنت عايز تقوله ولا مجرد شوية كلام حشو خلاص؟ النهاردة أنا هعرفك إزاي تعرف تعمل سي في بروفيشنال ويلفت نظر أي مدير أو أي HR وهو مجرد بس إن هو بيبص على السي في. خليك معايا وتابع الفيديو. انا محمد الدين. السي في ده هو الانطباع الاول للمدير او الاتش ار اللي بيعين الموظفين، هو اللي بيدي الانطباع الاول عنده اذا كان هو هيقابلك اصلا ولا لا. من حته الورقه دي من حته الورقه دي عشان كده احنا بنهتم بيها وبنهتم بكل تفصيله فيها، لان انا مش مجرد بكتب ورقه، انا بتكلم مع بني ادم عن طريق الورقه دي. يعني السي في بتاعك لو مش منظم وبيوصف شغلك كويس قوي، نسبة فرصتك هنا انت بتقل الى حد ما. عشان كده احنا بنهتم بكل تفصيلة وبكل كلمة في السي في دي عشان نعرف نوصلها للشخص اللي معانا، عشان نحسسه ان هو عايش معانا طبيعة الشغل، مش مجرد ان هو بيقرأ ورقة وخلاص. انت لو عايز تصمم السي في عندك كذا موقع فور فري، وممكن تستخدم اكتر ابلكيشن كانفا. الابلكيشن ده هو فور فري وموجود على اللابتوب وموجود على الموبايلات، لو حد حابب ينزله على اللابتوب او ينزله على الموبايل سواء انت اندرويد اي او اس ماك عادي، كله بينزل عليه الابلكيشن ده فتقدر تنزله عادي. وان انت ممكن تخش في السيرش زي ما انت شايف كده، تقوم كاتب سي في تمبلت، على طول تطلع لك كذا تمبلت من التمبلتس اللي هي موجودين قدامك دول، وتختار منهم التمبلت اللي يناسبك. ويستحسن الاكتر ان يبقى السي في ده ابيض واسود، ما يكونش الوان، لان طول ما هو ابيض واسود طول ما نسبتك في الفلتريشن تعدي اقوى. لان في بعض الشركات بيبقى عندها اي فلتريشن. اي فلتريشن ده بيعمل ايه؟ بياخد السيفيهات الابيض واسود بس، والسيفيهات التانية الالوان ما بتعديش عليه اصلا، فبالتالي انت بتقدم وبتستغرب هو ليه ما بيتردش عليك، لان بنسبه 90% السي في بتاعك اصلا ما وصلوش. يجي بقى للتصميم بتاع السي في. لما تيجي تصمم السي في بتاعك يا ريت تصممه بشكل بسيط، لان بيعكس شخصيتك قدام الاتش ار. فلما تيجي تختار من الخطوط، اختار خطوط اريال او كاليبري، دول تقريبا هيبقوا احسن خطوط ليك في السي في بتاعك. حاول ان انت دايما ما تستخدمش الاشكال الكتيره في السي في، لان احيانا بتخلي السي في شكله زحمه قوي ويعصب اللي بيقراه. نيجي بقى هنا للسي في، انت هتبدا تكتب السي في ازاي؟ طيب خلينا قبل ما نقول السي في هيتكتب ازاي نبدا نقول السي في عندنا مقسم لايه، وهو 5 اجزاء. اول حاجه هو البيرسونال انفورميشن بتاعتك، المعلومات الشخصيه بتاعتك دي. انت بتبدا تكتب رقم تليفونك واسمك والايميل بتاعك. نبدا ندخل في الحاجه الثانيه وهي البيرسونال سامري. البيرسونال سامري ده انت بتتكلم باختصار عن نفسك في جمله او جملتين بالكتير قوي، تبدا تقولهم بشكل جذاب عشان يلفت النظر. تالت حاجة هو الورك اكسبيرينس، ان انت بتكتب الشغلانات اللي انت كنت شغال فيها قبل كده. حاول تستخدم النقط او البولت بوينت دي اللي بتستخدمها عشان توضح القراية اكتر. يعني ازاي؟ يعني انت مثلا النهاردة انت بتتكلم عن وظيفة انت كنت شغال فيها، فبتقول انا كنت بعمل 1 و2 و3. خلي ال1 و2 و3 دول في شكل بوينتس، طول ما هي في شكل بوينتس تحت بعض بتبقى احسن كتير وشكلها ارقى. فانت هنا بتسهل القراية على موظف الاتش ار. بندخل على رابع حاجة وهي السكيلز بتاعتك. انت بتكتب المهارات بتاعتك هي عبارة عن ايه؟ انت مهاراتك في الكتابة، مهاراتك في القراية، مهاراتك في الهندسة، ايا كان ايه المهارة بتاعتك وانت بتكتبها. بس اهم حاجة قبل ما ندخل في رقم 5، المهارات بتاعتك دي تكون ليها علاقة بالوظيفة اللي انت هتقدم لها. يعني ما تقولش مثلا انا السكيلز بتاعتي ان انا بلعب تنس كويس وانت رايح تقدم كول سنتر. ماشي، انا استفدت ايه؟ مهم ان انت تحاول تجيب السكيلز بتاعتك تكون مناسبة للمكان اللي انت بتقدم فيه. 5 حاجة الا وهي الاديوكيشن، التعليم بتاعك. بتبدأ تكتب الجامعة بتاعتك والكلية، ولو في كورسات انت بتكتب الكورس بتاعك وبتكتب المكان اللي انت واخد منه الكورس. وده مثال على حاجة زي السي في اللي انا بقول لك عليه. الحاجات اللي انا هقول لك عليها دلوقتي دي اوعى 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 تعملها في السي في بتاعك تماما، وحط تحت الكلمة بتاعتي دي 100 خط، ما تقربهاش من السي في مهما حصل. اول حاجة هي الاخطاءات الاملائية. اوعى 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 في الاخطاءات الاملائية دي، عشان دي عملت لك كده رفض من قبل ما تقدم في اي حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. تاني حاجة، المعلومات ما تكونش صحيحة او ما تكونش دقيقة، لازم تكون محدد معلومات واضحة وصريحة. يعني ايه واضحة وصريحة؟ يعني وانت كاتب الشغلانات اللي انت كنت شغالها، انت مثلا كنت شغال في شركة سي فودافون. طب انت كنت شغال في فودافون ايه؟ كاستمر سيرفيس، وتبدأ توضح
انت شغال في فودافون كواليتي، طب الكواليتي ده بيعمل ايه وتبدا توضح. انما ما تقولش حاجات مثلا انت ما اشتغلتهاش، لان هتيجي بعد كده في الانترفيو هتتفضح بنسبه كبيره، فاحسن لك ان انت ما تعملش ده. تالت حاجه، ما تحطش صوره شخصيه في السي في مهما حصل. اللي يقول لك تحط صوره في السي في ده قول له بس يا جاهل، ما تحطش حاجه تماما. الصور في السي في ما بتتحطش غير في حاله واحده بس، هو ان الشركه نفسها هي اللي طلبت منك انك تحط صوره في السي في، عشان مثلا بيعينوا بالمظاهر، فاوكي في الحاله دي هي اللي تحط فيها الصوره. انما غير كده ما تعملش السي في بتاعك بصوره تماما، عشان بيقلل في الفلتريشن اللي انا كنت لسه قايل لك عليه من شويه. رابع حاجه، ودي بقى مشكله خطيره شفتها في ناس كتير جدا، ان بيكتبوا ان السي في متاح عند الطلب. هو ايه اللي متاح عند الطلب وانا بطلب اوردر؟ ما تكتبش البق ده تماما، لان الجمله دي برضو كفيله انها تخليك تترفض اساسا وما يتبصش على السي في بتاعك مجرد انه لمح الجمله دي. خامس حاجه وهي اخر حاجه، لو انت حابب ان انت تبعت السي في، قبل ما تبعته ابعت لحد اكسبيرينس شويه عندك، هو يكون فاهم في الموضوع ده. قول له ايه رايك في شكل السي في بتاعي، هل محتاج تعديل ولا لا؟ ما لقيتش ابعت لحد على لينكد ان عليها ناس كتير جدا ممكن تساعدك في الموضوع ده. دلوقتي الكوره في ملعبك، تقدر تستخدم الفيديو ده في ان انت تعمل سي في تعرف تقدم بيه في شركات كتير وتفتح لك فرص كبيره جدا. لو انت عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويا ريت تبلغني في الكومنتات لو في اي حاجه عندك او في اي فيديوهات في دماغكم انتوا عايزينها. واستنوا الفيديوهات الجايه، عشان الفيديوهات الجايه هتكلم ازاي ان انت تشتغل على لينكد ان ووظف وفي نفس الوقت تعمل انترفيو بشكل ناجح. شكرا ليكم على وقتكم.